مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. فيديو النهاردة للشباب، الولاد والبنات اللي في مقتبل العمر، عايزاهم يتعلموا من مصطفى عنبة. فيديو النهاردة بحكي فيه عن اتعلموا يا شباب من مصطفى عنبة ان الحياة شغل وشقة وكفاح. الدنيا مش بتيجي للناس على صينية من فضة او صينية من ذهب. ده عنوان الفيديو بتاعي النهاردة. الفيديو عن لقاء مصطفى عنبة مع المذيعة أميرة بدر، وأنا بشكر أميرة جدا لأنها أتاحت كل الوقت والفرصة لمصطفى يتكلم عشان نتعرف عليه أكتر. أنا ما كنتش أعرفه، أنا شفت اللقاء بالصدفة وأنا بتسحر. شغلت اللقاء بشوف حاجة بتسلى وأنا باكل بتسحر. أنا ما كنتش أعرف مصطفى عنبة نهائي. اتفاجئت بولد، يعني برجل مشهور ما شاء الله، عنده اغاني مفرقعه وعنده ملايين المشاهدات لاغاني كتير. بس اتفاجئت من مستوى نضج عقلي ونفسي وثقه في النفس. انا اتفاجئت بهذا النضج لمصطفى عنبة. انا ما كنتش اعرف الولد ده، ما كنتش اعرف حاجه عنه. الانترفيو ما بين أميرة بدر ومصطفى عنبة أكثر حاجات عجبتني في الانترفيو، عشان شفته مرتين. أول مرة وأنا بتسحر، تاني مرة خدت نوتس عشان كنت عايزة أعمل فيديو أشجع فيه الشباب الولاد والبنات على الشغل والكفاح والمعافرة، وأقول لكم قصة حياة مصطفى في دقايق. أجمل حاجة قالها مصطفى عنبة في اللقاء، واحد كذا مرة كررها كتير: بحب نفسي بحب نفسي. يا جماعة، سر النجاح هو حب النفس. مصطفى قال الجملة دي كتير. 2، لما قالوا له يا عنبة، كان بيلعب كرة قدم وكان في عنب في جيبه بياكله، ففي واحد حب يهينه، قال له العب يا عنبة. شوف ذكاء مصطفى عنبة، استخدم الاسم ده عشان يتشهر، رغم ان الاسم ده هو اتسماه عن طريق واحد كان عايز يهينه، ورغم ذلك هو ما فكرش ان دي اهانه. لما حب يدخل في مجال الموسيقى والغنى، استخدم اسم عنبة لانه اسم هيشهره بسرعه، فحتى الاسم اللي جاله عن طريق الاهانه استخدمه صح. 3، لما اتسأل عن الكوره، هو تم اختباره في النادي الاهلي كذا مره ولم ينجح، فقال لها انا مش عايز اروح الكوره لاني ما بحبش الحته اللي فيها الواسطه. شوفوا الجمال. 4، بيقول مصطفى انا بحب الزمالك عشان دايما بيحاولوا. شايفين يا جماعه النضج؟ شايفين الافكار؟ 5، بيقول مصطفى عنبة اهلي ربوني على الرضا وعمري ما حسيت اني ناقصني حاجه، على الرغم من ان احنا كنا عيله فقيره ولكن ربوني على الشبع. انتوا عارفين هنا مصطفى بيحكي عن ايه؟ بيحكوا عن الامتنان اللي انا بحكي عنه كتير، انك لازم تبقى ممتن بكل الحاجات اللي موجودة في حياتك، حتى لو حاجات بسيطة. ما تفكرش في اللي مش معاك، دايما فكر وامتن واشكر ربنا على الحاجات اللي معاك. 6، مصطفى عنبة بيقول انه اشتغل وهو عنده 12 سنة في ورشة تصنيع الصاج، وللأسف جاله فيروس الكبد الوبائي A بسبب التلوث، لأن كان بياكل وإيديه فيها شحم، فجاله مرض الكبد الوبائي فيروس A من وهو عنده 12 سنة بيشتغل يا شباب. 7، مصطفى كان بياخد 15 جنيه في الأسبوع وكان بيديهم لوالدته عشان يساعد باباه ومامته في الحياة. 8، مصطفى عنبة كان متفوق دراسيا جدا وجاب 96% في الإعدادية، ورفض انه يدخل ثانوي عام عشان ما كانش عايز يكلف أهله دروس خصوصية وتعب، كان عايز يوفر على أهله المصاريف دي، فدخل ثانوي سياحة وفنادق عشان ما يكلفش أهله مصاريف دروس خصوصية. 9، حكى قصة وبكى إنه ممتن جدا لست ساعدته في اختبار السياحة والفنادق في المدرسة، إنها جابت له جزمة، لأن ما كانش معاه جزمة، كان معاه بنطلون وقميص، ما كانش معاه جزمة، ففي ست طيبة ساعدته في المدرسة وجابت له الجزمة، وهو اتأثر وقال نفسي أشوفها وأعمل لها أي حاجة.
ده بيدل يا جماعة على انه شخص من جوه معدنه طيب اصيل، يعني حابب يكرم الست اللي ساعدته وهو في اولى ثانوي. 10، حكى ان في مغني مهرجانات اسمه سادات قال له جملة نقد هجوم هو استخدمها دافع ليه للنجاح. سادات قال له ايه؟ قال له انت عمرك ما هتنجح يا مصطفى، انت عمرك ما هتنجح كده. قال انا الجملة دي خدتها داعم لنفسي واشتغلت وغنيت ونجحت بطريقتي اللي السادات هاجمني عليها. 11، قال انا بنتقم بالتجاهل مش بالرد. اجمل جملة سمعتها في حياتي من مصطفى، بنتقم بالتجاهل مش بالرد، بنتقم بالنجاح مش بالمواجهة. 12، لما سألته انتوا بتنافس مين؟ قال لها انا بنافس نفسي، ما بنافسش حد. برافو يا مصطفى، برافو. قال لها انا بنافس نفسي، عايزه اكون احسن من نفسي امبارح، بس ما بنافسش حد. 13، قال لها انا بحب نفسي اكتر حد. قالت له بس في منافسه وفي ناس توب. قال لها انا في حته لوحدي خالص وانا بنافس نفسي. 14، قالت له شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ قال لها شايف نفسي بعمل اغاني كتير ناجحه بره مصر مع فنانين بره مصر، اغاني هتعيش سنين وممثل مطلوب جدا. ثقه بالنفس يا شباب، شايفين حب النفس، الثقه بالنفس. 15، بتساله ممكن توصل زي وتكون زي احمد سعد؟ قال لها انا احسن من اي حد. قالت له بس خلي بالك في ناس توب. قال لها انا عايزه اكون احسن من نفسي، مش بقارن نفسي بحد. حته ان انت ما تقارنش نفسك بحد ده سر نجاح. حبك لنفسك، ثقتك في نفسك، ما تقارنش نفسك بحد، ده سر من اسرار النجاح. لما سالته عن ويجز قال لها قالت له ليه ما حدش من المغنيين بتوع المهرجانات والراب وصل للي عمله ويجز؟ قال لها انا مش عايز اقلد حد، انا مش عايز اوصل للي هو عمله، انا عايز اكون احسن من نفسي بتاع امبارح. انا ببص لنفسي انا النهارده احسن من نفسي امبارح. حته انه يقارن نفسه بحد دي خطيره جدا يا جماعه، دي وحشه مش حلوه. هو عنده نضوج عقلي ونفسي، وذكر بمنتهى النضج انه بيحب نفسه، واثق من نفسه، ما بيحبش يضيع وقته في الانتقام، مركز على نفسه، مركز على نجاحه، وما بيقارنش نفسه بحد، وبالعكس عايز يبقى احسن من نفسه بتاعت امبارح. مصطفى بعد اللقاء ارفع عليكم القبعه، تحياتي، شايفاك راجل محترم شريف مكافح معافر، قدوه لكل ولد وبنت صغيرين عايزين يشتغلوا وينجحوا ويوصلوا. انسان انت يا مصطفى، انسان حقيقي مش مزيف، لانك فخور بعيلتك وفخور ان انت جاي من عائله فقيره وكافحت ووصلت. سر النجاح يا شباب اللي قاله مصطفى باختصار، حب نفسك، ثق في نفسك، ثق في نجاحك، ما تقارنش نفسك بحد، دايما حاول ما تعطلش ما تقفش، دايما حاول امتن للي في ايدك، ما تفكرش ابدا في حاجه مش معاك، الامتنان للناس اللي ساعدوك في اي مرحله من مراحل حياتك. خد الكلام السلبي والهجوم اللي بيجيلك يبقى دافع، ان انت دافع ومحرك لنجاحك. ما تضيعش وقتك في الانتقام من حد، انتقامك يبقى بالنجاح، رد بالنجاح، ما تردش بانتقام. بصراحة مصطفى تحياتي، انت رائع، كمية نضج رائع يا مصطفى. اتمنى لك من قلبي كل الصحة والخير والنجاح والتوفيق. أميرة بدر، شكرا للقاء ده جدا، وشكرا ان انت اديتي مساحة كافية لمصطفى انه يتكلم عن نفسه وان احنا نعرفه. طيب اعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، واشتركوا في القناة، بحبكم، كل سنة وانتم طيبين.